ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد ميناء الدار البيضاء حالة من الاستنفار والفوضى بعدما تمكن ثور هائج من الفرار من داخل باخرة كانت قادمة من البرازيل قبل أن يجد نفسه طليقا داخل محيط الميناء في مشهد غير مألوف أثار الرعب والهلع بين المتواجدين بالمكان. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الثور وهو يركض بسرعة في مختلف الاتجاهات متسببا في حالة من الفوضى وسط محاولات لتطويق حركته والسيطرة عليه. وبحسب المعطيات المتداولة فقد تسبب الثور خلال حالة الهيجان في إلحاق أضرار بعدد من السيارات، بينما عاش العاملون والمتواجدون في محيط الميناء لحظات من التوتر، خصوصا بعدما أصبح الحيوان يتحرك بشكل مفاجئ وغير متوقع. وكاد الثور وفق ما أظهره الفيديو أن يصيب أحد رجال الأمن أثناء محاولته التعامل مع الوضع والسيطرة عليه، الأمر الذي استدعى استنفارا كبيرا من أجل الحد من خطورته وتفادي وقوع إصابات في صفوف الأشخاص الموجودين بالمكان. وتحول المشهد إلى ما يشبه مطاردة داخل الميناء، حيث بذلت الجهات المعنية جهودا من أجل محاصرة الثور وإيقافه في ظل حالة من الحذر الشديد بسبب قوته وسرعته وصعوبة التنبؤ بحركاته.